اليوم جبت لكم قصة ما غاديش توقعوا النهاية ديالها نهائيا. سمحت الاخر. القصة حقيقية وكتكلم على واحد السيدة مزوجة، راجلها موظف على قد الحال، والصالير اللي كان كيتخلص كان نوعا ما قليل، ما كيتخلصش مزيان. ولكن هاد السيدة كانت ديما كتحاول تبين للناس بانها لاباس عليها وعندها الفلوس، كان عزيز عليها المظاهر. واحد النهار راجلها جاتو عراضة من الخدمة هو والزوجة ديالو، وكانوا غاديين يتعشاو مع ناس اغنياء ولا باس عليهم. في الاول قالت له هي والو ما نمشيش معك، حيت في هذاك العشاء غادي يكونوا نساء غنيات لابسين لباس غالي ومجوهرات راكم عارفين، وهي خافت لا تحرج قدامهم حيت اللباس ديالها كان على قد الحال، وهذا الشيء علاش رفضات تمشي. وراجلها بغى يفرحها، كان جامع شي بركه ديال الفلوس، كان باغي يشري بها واحد البندقيه ديال الصيد. جاب هذيك الفلوس وشرى لها واحد اللباس ديال الحرير جميل جدا، وكان الثمن ديالو غالي بزاف. جابوا لها باش تمشي به لهذيك الحفله، ولكن هي مازال ما راضياش، والسبب قالت ليه ما عنديش المجوهرات، حيت هي كانت باغا تبان بحالهم باش ما تحسش بالنقص. راجلها بقى فيه الحال على هذا الغرور اللي في مراته، ولكن لقى لها واحد الحل. وحيت هي كانوا الصديقات ديالها غنيات ولاباس عليهم، قال لها شوفي مع صديقتك فلانه تسلفك شي حاجه من المجوهرات اللي عندها. قبلات الفكره، وفعلا داكشي اللي دارت، تسلفت من عندها واحد العقد ديال الالماس زوين بزاف وغالي بزاف، وقالت ليه صافي دابا يلا نمشيو الحفله. وكانت فرحانه وحاسه براسها حتى هي من هذوك النساء الغنيات. داز كل شيء مزيان، ولكن في النهايه ديال الحفل وقعت واحد الكارثه. اسمع مزيان اشنو وقع. فاش كانوا راجعين في الطريق اكتشفت بان هذاك العقد اللي تسلفته من عند الصديقه ديالها ضاع منها، وهي وراجلها ولاو بحال شي حماق، وكان غادي يخرج لهم العقل. الليل كامل هما كيقلبوا في الطرقان والشوارع وما لقاوش ليه الاثر. رجعوا للدار وبقاو كيفكروا في شي حل لهاد المصيبه اللي وقعت، طبعا لان هذاك العقد الثمن ديالو خيالي لدرجه انهم ولو يبيعوا الممتلكات ديالهم كامله ما تسواش حتى الربع من هذاك العقد. وقبل ما ياخذوا حتى شي قرار قرروا بعدا باش ما يقولوا حتى شي حاجه لمولات هذاك العقد. ومشى راجلها وخدا واحد الكريدي من البنك، وزاد سلف من صحابه وباعوا حتى الدار، ومشاو شراو واحد العقد اخر بحال هذاك اللي ضاع ما تفرقش بيناتهم، وشراوه بمبلغ ديال 200 مليون وعطاوه لمولاته. ما حساتش وما عاقت بوالو. وهما مشاو كراو واحد الدار صغيره في واحد الحي فقير ومعدوم، وخدموا هي والزوج ديالها ليل ونهار، وتعبوا بزاف لمده ديال 20 عام باش يقدروا يرجعوا هذاك الكريدي. ومن بعد هاد السنين كامله واخيرا قدروا يكملوه. من بعد 20 عام كانت هاد السيده كتمشى في الشارع وتلاقات هاد الصديقه ديالها صدفه. وهاد الصديقه ديالها في الاول ما قدرتش تتعرف عليها حيت كان باين عليها الفقر والعيا وتماره، وحتى الملامح ديال وجهها تبدلوا. وقالت لها اختي مالك في هاد الحاله هادي، شنو وقع لك، فين غبرتي؟ ما عرفت باش تجاوبها، وهي تقول لها الصراحه كامله، وان السبب هو داك العقد اللي كانت سلفات من عندها واللي كان ضاع عليها. هنا الصديقه ديالها وجهها ولا ابيض، تصدمات واحد الصدمه كبيره بزاف. شدات لها في يديها وقالت لها غادي نقول لك شي كلام ولكن بغيتك تحكمي في راسك. اسمع مزيان اشنو قالت لها. بدات كتشرح لها وقالت لها انا كنت اسف بزاف على هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن راه داك العقد اللي عطيتك كان مزور وماشي اصلي، وكانت القيمه ديالو ما ساوياش حتى 500 درهم. والعبره من هذه القصه ان الرضا محله القلب، وكيف ما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم مني قال وارض بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس.